مناسبة افتتاح الطبعة السادسة من صافونات 2026. هذه التظاهرة العلمية المتميزة التي أصبحت موعدا أكاديميا راسخا يجمع الباحثين والخبراء والمتخصصين في تطوير الحلول الرقمية الموجهة للقطاع الصحي لاستشراف آفاق الابتكار ومناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح الرعاية الصحية في العصر الرقمي. إن ما يشهده العالم اليوم من تحولات عميقة بفعل الثورة الرقمية يضع الجامعات ومراكز البحث والمخابر أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في المعرفة القادرة على الاستجابة للتحديات الصحية المتنامية. فالتقدم المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة لم يعد مجرد تطور تكنولوجي، بل أصبح عاملا حاسما في إعادة تشكيل الممارسات الطبية ومنظومات الرعاية الصحية وآلية اتخاذ القرار. الصحة الرقمية، الطب الدقيق، الذكاء الاصطناعي التفسيري وتحليل البيانات الصحية الضخمة، دعم القرار الطبي الذكي من المرتكزات الأساسية للأنظمة الصحية الحديثة، وهو ما يفرض تعزيز البحث متعدد التخصصات وتكثيف التعاون بين الباحثين في الإعلام الآلي وعلوم الحاسوب والعلوم الصحية من أجل بناء حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية. في إطار الطبعة السادسة للملتقى ساكونات، هذا الملتقى مبرمج سنويا، ابتدأنا أن نلقي هذه المرة محاضرة حول الذكاء الاصطناعي والصحة، défis et enjeux. Et on a fait un focus sur l'Algérie. قامت بجهود معتبرة من أجل تطوير استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم، في الصناعة، في الزراعة، في كل الميادين، في الصحة. طلبة الجامعات قد أدوا مهام عظيمة. Ils ont développé beaucoup d'applications. وهذو les applications des fois ils sont exploités à titre local ولا régional ولا des fois كاع ما نستعملوهم. ولهذا ارتأينا أن نقوم بلقاء بين les professionnels de la santé والمهندسين في الإعلام الآلي من أجل التكامل. وهذا التكامل جاء في إطار إبرام اتفاقية. ساكونات a été à l'origine de beaucoup de travaux اللي هما مكنونة من إبرام اتفاقية 4 مع المستشفى الجامعي أول نوفمبر. وهذه اتفاقية منها وهاك إن شاء الله غادي تساعد les professionnels de la santé et les informaticiens à pouvoir collaborer sereinement. Pourquoi sereinement? Parce que tout est éclairé sur la sécurité des données, sur la confidentialité, sur le partage, etc., etc. Et par conséquent, comme vous l'avez entendu tout à l'heure quand j'ai discuté sur tout ce qui est projet de 75 ou la start-up, etc., etc., les gens pourront toujours se référer à la convention 4 pour pouvoir établir leur projet. هذا اليوم الدراسي هو حول الجمع ما بين الصحة والذكاء الاصطناعي والديجيتاليزاسيون المعلوماتية، كيف يمكننا الجمع ما بينهما وتطوير مشاريع الطلبة التي تقتضي تطوير القطاع الطبي وتحسينه في المجتمع الجزائري. المشروع هذا عبارة عن عدة مشاريع تخرج ومشاريع ستارت اب الذين يريدون الطلبة تقديمها وأيضا تطويرها إلى السوق الجزائري، حيث ينقسم إلى تقديم وبوستر. البوستر كما يمكنكم ملاحظة هناك 43 طالب مشارك مع 14 مداخلة طلبة في نهاية التخرج مع الذين قدموا طلبات لحصولهم على شهادة لابل وشهادة ستارت اب.